لقيت عندي بقى يا جماعة ازاز مايونيز فاضية كده، وقلت النهاردة هعمل لكم مايونيز بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طعم وريحة وشكل تحفة. النهاردة في مطبخ ام ياسين على قد الايد هعمل لكم المايونيز في البيت. هتحطيه في العلبة بتاعتك كأنه زي الجاهز بالظبط، وشوفي عيالك وهيقولوا لك ايه. تاكليه بقى مع الهمبرجر، تاكليه مع الناجتس، تاكليه مع الشاورما. هيبقى معاكي في كل أكلة، وأكل عيالك هيحبوه منك، وطعم وريحة وزي العسل. تعالي نشوف المقادير دلوقتي. واحنا ايه بقى هناخد المايونيز ده، شوفوا التقل بتاعه، وكل ما هيتقل هيبقى زي العسل، وهقول لكم تزودوا عليه كل ما يتقل ايه. ودلوقتي وتعالوا نشوف الفيديو والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ ام ياسين على قد الايد هنبدأ بقى في سلسلة المايونيز والكاتشب والتومية والبشاميل. هعمل لكم جميع انواع الايه الحاجات اللي بتتعايز كده جنب الاكل، جنب الهمبرجر وجنب الشاورما وجنب الناجتس كله والبانيه وكل الحاجات والاكل السريع ده، عشان اولادنا الايام دي بيحبوا الحاجات دي جنب الاكل. بيحشوا بيها، حتى ما بيكون عندي فلافل بيحطوا عليها مايونيز، بيحطوا عليها كاتشب. تعالوا نشوف المقادير. 125 جرام لبن، يعني نص كوب مج العادي ابو ايدين ده اللي في اي بيت. 125 جرام يعني نص كوب لبن، مع 10 جرام ليمون، 10 جرام عصير ليمون يعني نص ليمونة متوسطة، و200 جرام زيت، يعني كوباية زيت، إلا حاجات بسيطة، إلا معلقة تقريبا. 200 جرام زيت حطيناهم في المعيار بتاعنا، 200 جرام، مع نص معلقة سكر، مع نص معلقة ملح صغيرة بتاعت الشاي. دلوقتي احنا هنحط كل حاجة بتاعتنا دي شوية شوية. هنجيب الخلاط بتاعنا دلوقتي وهنعمل لكم قدامكم كل حاجة. يا جماعة هنجيب اللبن بتاعنا، نص كوب لبن، وهنحطه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنحطه فين؟ في الخلاط. انا يا جماعة اللبن ده انا غلياه واخده منه نص كوباية لبن، ده مغلي. نص ليمونة بسم الله مصفينها. حاطين عليه يا جماعة نص معلقة سكر بتاعت الشاي كده، ونص معلقة ملح. يبقى احنا حاطين هنا نص معلقة ملح ونص معلقة سكر ونص كوب لبن مع نص ليمونة. هنخلطهم في الخلاط كده، وشوية شوية هننزل عليهم بالزيت وهوريك. بصوا يا جماعة، هنشغل دلوقتي الخلاط. خلطنا اهو شوية لبن، هنحط عليها شوية زيت، مش الكمية كلها يا دوبك. بصوا يا جماعة تقلي ازاي، بصوا هنضربه ضربة كمان. يعني احنا كده احنا لسه ما حطيناش باقي كمية الزيت اهي يا جماعة، حطيناها وهنضرب تاني. طعمه جميل قوي، اكنك زي شايه من بره. وهنضيف عليه اضافة صغيرة هوريها لكم في الاخر. بصوا يا جماعة بعد ما اتخلط، بصوا عامل ازاي، تحفة وشكله جميل جدا. ولا قوامه هحطه لكم بمقادير بسيطة خالص يا جماعة، ما شاء الله. هنعمل كمية مايونيز اهو يا جماعة. بصوا الشكل بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هو مش باين، دلوقتي هنحطه بقى في بولة وهوريها. بصوا يا جماعة بصوا المايونيز تقيل ازاي، والله طعمه وريحته جميلة اكنك شاريه من بره. اهو يا جماعة المايونيز بتاعنا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، جميل. بصوا التقل، بصوا التقل. كل ده بنص كوباية لبن
ونص ليمونة. هتعملي علبة مايونيز، هتعملي علبة مايونيز لأولادك ومش هتشتيها تاني، طعم تحفة وجميل جدا. عايزة تزودي النكهة كمان، حطي كيس مايونيز واحد بس عليها، هيبقى طعمها بس هي كده حكاية، كده حكاية، جميل جدا وطعم لذيذ، وكمية بسم الله ما شاء الله وفية جدا ومليانة كلها. وما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير وتدعموا قناة ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. وكل ما يتقل معاكم يا جماعة خففوه بمية او بلبن تاني.